سنة حاولت أعمل قناة على اليوتيوب كان بتتكلم عن القرآن الدين. فشلت. عملت قناة ثانية عن وجبات مناسبة لمرضى السكر بما ان انا مريض سكر وعندي 50 سنة. فشلت. من خلال متابعة اليوتيوب لقيت ان النجاح بالتفاهة. بلاش التفاهة عشان الناس ما تزعلش، يعني خد الدنيا ببساطة كده ما تكلكعهاش. وبدأت الفكرة دي تزيد في دماغي. كنت النهاردة الصبح اجازة من شغلي وانا راجل طول عمري بتاع شغل. لقيت المدام عكننت عليا من ساعة ما قمت من النوم، فجريت على ايه؟ على اليوتيوب. وبدأت الفكرة تشتغل في دماغي. الحاجة الجد المفيدة مش شغالة. يعني اعمل فيديو اقعد فيه شهر ونص تصوير ومونتاج، نزلته على القناة جاب 35 مشاهدة، واجي ابص في اليوتيوب على فيديوهات ملهاش اي 60 لازمة، ملهاش اي قيمة، وجايبة 500,000 مشاهدة و800,000 مشاهدة في يومين 3. والغلط في ايه؟ المفروض انا اللي اغير تفكيري؟ ما انا مش معقول هغير تفكير الناس كلها. 30 سنة شغل شغل شغل، مسؤوليات بيت، تعب. بدأت اهرب من الضغوط ديت ان انا اسمع حكايات، حواديت، اسمع كتير. وقلت لنفسي طب هو انا ما ينفعش ان انا اعمل حكايات، اعمل قصص على اليوتيوب، ابيع الكلام؟ انا بياع الحكايات. طول عمري اللي عارفيني عارفين ان انا جد قوي والهزار قليل ومعرفش اهزر. اللي انا عايز اعمله دلوقتي تحدي. كل واحد هيخش يشوف الفيديو ده هيشترك في القناه او هيكتب تعليق هيثبت لي ان فكرتي صح، ان الزمن اللي احنا فيه ده زمن بيتباع فيه الكلام. انا عايز ابيع كلام، انا عايز ابيع حواديت، قصص. ايه رايكم اسمي القناه بياع الحواديت؟ اللي موافق على الفكره دي يقول لي اعمل المحتوى ده ولا لا، واللي مش موافق برضه يقول لي. اللي انا بقول فيه ان مراتي عكننت عليا لما سمعت الفيديو. يعني انا بقول كده مش تحت ضغط ولا حاجه، يعني انا بقول كده بكل حريه ان الجواز حاجه جميله وسعيده، وان الستات دول مخلوقات ربنا خلقهم عشان يساعدونا في الدنيا. وياريت مراتي تكون سامعه الكلام دوت يمكن تهدى شويه. والنور اللي قدت في البيت بسبب الجزء الاولاني من الفيديو تتطفى. احسن حاجتين في مصر دلوقتي القهاوي واليوتيوب. وانا عن نفسي بقول اليوتيوب لان القهاوي بقت القعده عليها مكلفه. يعني عشان اقول لواحد صاحبي تعالى ننزل نقعد على القهوه شويه بنلاقي نفسنا دفعنا مبالغ كبيره، فمش هينفع كل يوم ننزل على القهوه. يبقى الحل الوحيد بقى للهروب من اللي احنا فيه دوت والحياه الصعبه اللي احنا عايشينها دي ان احنا نتابع اليوتيوب. بس فضلنا نتابع 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 نتابع، مش هنبقوا ايجابيين شويه؟ مش هنعملوا فيديوهات كده الناس تتفرج عليها كده وتجيب ملايين المشاهدات وتضرب معانا زي ما ضربت مع اللي قبلينا؟ طب ازاي ننجح على اليوتيوب؟ يعني الواحد يتفرج على فيديوهات كتير بتتكلم عن تعمل الفيديو ازاي وتصور ازاي والعلامات والعنوان والوصف. لما الواحد شبع يجي بقى يعمل الفيديو. ايه المحتوى بقى اللي انت هتقدمه؟ ايه المحتوى اللي الناس محتاجة ان هي تسمعه وتشوفه؟ ده سؤال بقالي اكتر من سنة مش لاقي له اجابة. فلو انتوا عندكم الاجابة زي ما انا اقترحت عليكم في الجزء الاولاني من الفيديو اللي هو بياع الكلام، صانع الحواديت، بتاع الحكايات، ممكن ينجح، يا ريت تقولوا لي رايكم.